بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن السباهية، والسباهية هي إحدى الفرق النظامية في الجيش العثماني. كانت السباهية بمثابة الفرسان النظاميين في الجيش العثماني، وكلمة السباهية كانت تشتمل السباهية الإقطاعية والسلاحدار أي حملة السلاح. أولا السباهية الإقطاعية التي كانت مهمتها تقديم عدد من الفرسان للسلطان حسب إقطاعيتهم، كما كان من مهمتها جمع ضرائب الدولة وحكم المدن والمقاطعات. ثانيا السلاحدار أي حملة السلاح، هؤلاء كانت مهمتهم تقديم من 4 إلى 5 فرسان، وهم أقل مرتبة من السباهية الإقطاعية. ثم يلي ذلك علوف آجي أي الفرق المأجورة، وهذه تنقسم إلى فرقتين، فرقة اليسار وفرقة اليمين. ثم الغرباء، وهي تختار من المسلمين في الولايات العثمانية الإسلامية، ويقدر عدد السباهية في منتصف القرن السادس عشر حوالي 40 أو 50 ألف فارس. وفي أثناء الحرب كانت تشترك في حماية السلطان، فتقف الانكشارية في المقدمة، والسباهية الإقطاعية في اليمين، والسلاحدار في اليسار، بينما تقف كل من علوف آجي والغرباء في الخلف. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.